كم مرة شفت فيديو على السوشيال ميديا وبعدها قفلت الموبايل وانت بتسأل نفسك سؤال: هو انا عندي اكتئاب ولا قلق ولا ADHD؟ لو حصل ده معاك مبروك، انت وقعت في اللعبة هدفها مش انها تشخصك، لكن هدفها تخليك تصدق ان الكلام ده بيوصف حالتك بالظبط وتقتنع ان عندك المرض ده. ولان مفيش حاجة صدفة، تعالوا بينا نفتح كتالوج اللعبة سوا ونعرف ازاي مخنا بيقع في الفخ ده بسهولة. طيب ازاي فيديو مدته 30 ثانية يخليك تشك في نفسك؟ الإجابة إن المشكلة مش في الفيديو، أمال المشكلة في الطريقة اللي بيشتغل بيها مخنا. وفي خدع نفسية معروفة من عشرات السنين السوشيال ميديا استغلتها بأذكى طريقة ممكنة، اسمها تأثير برنوم. أكيد في يوم قريت عن برجر ولقيته بيقول أنت شخص طموح لكن ساعات بيخبي مشاعره، وساعتها أكيد قلت إزاي الكلام بيوصفني بالدقة دي؟ الحقيقة هو ما كانش بيوصفك أنت، هو كان بيوصف معظم البشر. وده بالظبط تأثير برنوم، إن مخك يصدق إن الكلام العام ده بيوصفه هو بالظبط. وده نفس اللي بيحصل مع جزء من محتوى الصحة النفسية على السوشيال ميديا. وفجأة أي إحساس عادي يبقى ليه اسم مرضي، وأي تجربة إنسانية تتحول لعلامة على اضطراب نفسي. خليني أوضح حاجة مهمة جدا: المشكلة مش إننا بقينا نتكلم عن الصحة النفسية، بالعكس، لكن المشكلة إن التوعية شيء والتشخيص شيء تاني خالص. التوعية بتخليك تفهم نفسك، لكن التشخيص مكانه العيادة، مش ريلز 30 ثانية. بس استنى، لو تأثير برنوم بيخلينا نصدق الكلام العام، يبقى ليه في ناس كتير فعلا بتقتنع انها مريضة؟ الإجابة لأن مخنا بيحب الإجابات السهلة. تخيل معايا انك بقالك فترة مرهق، مش عارف تركز، بتنسى كتير ومش عارف ايه السبب، وفجأة تشوف فيديو يقولك دي علامات ال ADHD. في اللحظة دي عقلك بيحس براحة، مش لانه اتشخص، لكنه اخيرا لقى تفسير اللي بيحصل له ده. والمشكله ان احيانا مخنا بيبدا يدور على كل حاجه تثبت ان الفيديو ده صح، وينسى يسال هل في تشخيص تاني. وده اللي بيخلي التشخيص السريع جذاب، لانه بيديك اجابه قبل ما يسالك كل الاسئله دي. لكن المشكله ان الاجابه الغلط ممكن يكون تمنها كبير جدا، ممكن تخليك تقلق بدون داعي او تقنع نفسك بمرض مش عندك اصلا. والاسوأ انها ممكن تاخرك عن انك تطلب المساعده المناسبه ليك، وده طبعا لانك بقيت مقتنع بتفسير مش صحيح من الاول. وده سبب ان التشخيص النفسي عمره ما بيعتمد على عرض واحد. المختص بيشوف الصوره كامله: تاريخ الشخص وطبيعه الاعراض ومدتها وتاثيرها على حياته، وهل في اسباب تانية ممكن تفسر اللي بيحصل. طب لو مش كل تشتت يبقى ADHD، ولا كل توتر يبقى اضطراب قلق؟ نعرف ازاي الفرق؟ خليني اقول لك حاجه يمكن تفاجئك: كلنا بدون استثناء ممكن نحس باعراض شبه اعراض بعض الاضطرابات النفسيه. كلنا اوقات بننسى او نتوتر او نزعل، وكلنا في ايام نومنا بيتلخبط. لكن اللي بيفرق مدة الاعراض وشدتها وقد ايه مؤثرة على حياتك. وكمان لازم المتخصص يستبعد بعض الاسباب التانية اللي ممكن تعمل نفس الاعراض. مثلا التوتر قبل الانترفيو او الامتحان، ده شيء طبيعي بيحصل لمعظمنا تقريبا وبيختفي لما الانترفيو والامتحان بيخلص. لكن اضطراب القلق ممكن يستمر حتى بدون سبب واضح، ويبدأ يأثر على الشغل والدراسة والعلاقات والتركيز. طب هل معنى كده اننا نبطل نقرا عن الصحة النفسية؟ الإجابة طبعا لا، بالعكس. كل ما فهمت نفسك اكتر، كل ما عرفت تطلب المساعدة بدري لو احتجت. لكن خلي عندك قاعدة ثابتة قبل ما تتابع اي صفحة او محتوى عن الصحة النفسية: اسأل نفسك سؤال: هل المحتوى ده بيساعدني افهم نفسي بشكل افضل، ولا بيحاول يديني تشخيص جاهز بدون ما يعرف قصتي وظروفي؟ في النهاية الوعي الحقيقي مش انك تعرف كل اسماء الاضطرابات النفسية، الوعي الحقيقي انك لما تحس انك محتاج لمتخصص تروح فورا. ولان مفيش حاجة صدفة، اشوفكم انا بسمة عادل الاسبوع الجاي في حلقة جديدة من كتالوج اللعبة. سلام.